مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال ده كله؟ بينا نشوف اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويقويهم. المكونات هنا معايا كوبايتين من عصير الطماطم المتسبكة، ومعلقتين كبار من الصلصة المعلبة، كيسين من المكرونة، مكعب مرقة، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون ورشة شطة. بينا نشوف الطريقة مع بعض. في حلة على النار هحط معلقة كبيرة من الزيت وهسيبها تسخن كويس قوي، وهبتدي انزل بمعلقتين الصلصة المعلبة وابتدي اشوحهم كويس عشان يروح الطعم بتاع الحموضة بتاعها. بعد ما شوحتها شوية نزلت بمكعب المرقة وشوية البهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل وكمون ورشة شطة، وهقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي المتسبكة. طيب لو ما عنديش طماطم مسبكة هعمل ايه؟ هضرب نص كيلو من عصير من الطماطم في الخلاط واحطها على النار مع بصلايه تدبل واسيبها تتسبك كويس قوي، وبعد كده ابتدي اكمل باقي الخطوات بتاعتنا. دلوقتي هضيف كوبايتين من الميه واقلبهم كويس مع بعض واسيبها تغلي غلوه ونرجع نكمل مع بعض. بعد ما الصلصه رجعت تغلي تاني هبتدي اكسر المكرونه بتاعتي على 2. ممكن تستعملي اي شكل انت حباه، انا استعملت النهارده الاسباجيتي عشان اوريكي ازاي هتطلع مفلفله وتحفه جدا. هبتدي انزل بالمكرونه بتاعتي ومش هقلبها خالص، ممنوع انك تقلبيها عشان المكرونه ما تتكسرش. زي ما احنا شايفين انا سايبه المكرونه خالص تغلي. هبتدي بس امسك الحله واحركها كده بسيط علشان تبتدي المكرونه تتغلغل في قلب الصلصه. تمام. واول ما المكرونه تبتدي تطرى هبتدي اقلبها من تحت لفوق بالراحه خالص علشان ما تتكسرش معايا. ايوه كده، هنبتدي بقى نقلبها من تحت لفوق. اهي المكرونه ابتدت تطرى معايا، هبتدي اقلب فيها بالراحه خالص على مهلك. وكده ده شكلها بعد ما قلبتها خلاص. المكرونه ابتدت تطرى ونزلت كلها في الصلصه. هنزودها كوبايتين من الميه. ده كده شكل المكرونه بعد ما زودتها كوبايتين من الميه. اديتها تقليبه وهسيبها على النار لمده 10 دقايق. طبعا تكون تحتيها هاديه. خلاص احنا حطينا المكرونه والميه، هنبتدي نهدي النار ونسيبها. هاجي كده في نص التسويه بعد 5 دقايق اديها تقليبه واتاكد ان مفيش اي حاجه فيها لازقه في الحله، واسيبها تكمل باقي التسويه بتاعتها لمده 5 دقايق كمان. وده كده خلاص شكل المكرونه بتاعتي. بصوا مفلفله ازاي ومش معجنه، الاسباجيتي مش ماسكه في بعضها خالص. بينا نغرفها مع بعض. وده كده شكل المكرونه. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها تحفه خطيره. شايفين المكرونه مستويه ازاي ومفلفله، والصلصه بتاعتها على فكره مظبوطه. هي بس فاتحه في الكاميرا شويه بس الصلصه بتاعتها مظبوطه. لو عايزه تزوديها عن كده براحتك. تمام. ممكن تقدمي جنبيها بانيه او برجر. انا قدمت جنبيها النهارده بطاطس محمره، هي لوحديها بصراحه كفايه. مش عايزين واقفه في المطبخ كتير ولا حر ولا فرهده. المكرونه دي تجنن. جربوها وعلى ضمانتي. واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. باي باي.